أهلا بيكم في خواطر غير مبعثرة. النهاردة معادنا مع مشهد جديد من مشاهد دالة، والحقيقة إنه مشهد طريف لكن في نفس الوقت هو مشهد شديد الدلالة. ليه طريف؟ لأنه كان عبارة عن أغنية غناها المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم في نهاية سنة 2000 الله يرحمه. الأغنية كان عنوانها أنا بكره إسرائيل، وفي أحد مقاطع الأغنية غنى شعبان عبد الرحيم وقال أنا بكره إسرائيل وشيمون وياه شارون وبحب عمرو موسى وكلامه الموزون، ونهى المقطع بالكلمة الشهيرة اللي كان بينهي بيها كل مقاطع أغانيه وقال إيه. لكن الحقيقة الأغنية أول ما اتطرحت ونزلت في الأسواق كان ليها تداعيات شديدة، وكانت السبب في خروج عمرو موسى من على رأس الدبلوماسية المصرية. ليه ده حصل؟ خلينا نشوف. عمرو موسى شغل منصبه كوزير للخارجية المصرية من مايو 1991 وحتى مايو 2001 لمدة 10 سنين، وبكده أصبح هو أطول وزير خارجية يجلس في منصبه من تاريخ إنشاء وزارة الخارجية في مصر وحتى تاريخ تسجيل هذا الفيديو. في خلال عقد التسعينات اللي شغل فيه عمرو موسى هذا المنصب حدثت أحداث جسام في العالم كانت ليها تداعيات كبيرة جدا على العالم كله وعلى المنطقة العربية وعلى مصر بالتأكيد. أول هذه الأحداث كان انهيار الاتحاد السوفيتي وبقاء الولايات المتحدة الأمريكية كقوة واحدة ووحيدة مهيمنة على مصير العالم ومتحكمة ومتغطرسة في مصائر كل الدول وفي مصير الأمم المتحدة ومجلس الأمن. بعد كده حصل الغزو العراقي للكويت وحرب التحرير أو حرب الخليج، اللي كان من نتائجها ان الولايات المتحده الامريكيه بقيت في المنطقه العربيه بقواعدها سواء في منطقه الخليج او في تركيا او الاسطول السادس في البحر الابيض. ثم اتفاقيه اوسلو في عهد بيل كلينتون اللي شغل منصبه من 1992 وحتى سنه 2000. في خلال الفتره دي كان نجم عمرو موسى بيعلو وبيبرز وشعبيته بتزيد نتيجه اولا كاريزمته سواء اتفقت او اختلفت معها لكن كانت موجوده، وكانت شعبيته بتزيد وتطغى، والمواقف اللي اتخذها تجاه اسرائيل خاصه فيما يتعلق بالمفاوضات بتاعه الوضع النهائي وما تلاها لحد الاتفاقيات النهائيه اللي تمت في التوقيت ده. الحقيقه ان الاغنيه دي عبر عنها عمرو موسى في كتابه كتابيه اللي كتبه وكتب فيه مذكراته ويومياته عن الفتره اللي شغل فيها منصبه في وزاره الخارجيه. تعالوا نشوف عمرو موسى قال ايه عن شعبان عبد الرحيم في كتابه كتابيه. عمرو موسى سجل هذه الواقعة في الفصل الثامن عشر من كتابه تحت عنوان الرحيل من وزارة الخارجية، وقال الآتي: كل الشواهد في سنة 2000 كانت تشير إلى أن أيامي باتت معدودة على رأس الدبلوماسية المصرية، غير أن هناك بعض الأحداث التي عجلت برحيلي من الوزارة، منها ما يتسم بالطرافة كما الحال في أغنية المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم الذي أصدر في هذا العام وفي ظل أجواء مشحونة بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية انتفاضة الأقصى أغنيته الشهيرة والتي يقول ويكرر في أكثر من مقطع منها بحب عمرو موسى وبكره إسرائيل. وقد أعطت هذه الأغنية كمية كبيرة جدا من الذخيرة لكل من أراد التصويب على وزير الخارجية الذي يتردد اسمه في الأغنيات التي تنتشر كالنار في الهشيم بين الشباب في مختلف أرجاء الوطن العربي ويغنيها الناس في أفراحهم. لم يسبق أن جاء اسم مسؤول في حدود ما أعرف في أغنية بخلاف رئيس الجمهورية في تاريخ مصر، فكيف يحدث أن يأتي حب عمرو موسى مقترنا بكره إسرائيل؟ لم أسمع أغنية شعبان عبد الرحيم أو شعبولة فور صدورها، ولكن ما لفت انتباهي إليها هو الاعتراضات الإسرائيلية عليها، وفي الحقيقة لم أقابل صدورها بشيء من الضيق أو الضجر برغم علمي بأنها ستفتح علي أبواب جهنم. أتى لي صديق بهذه الأغنية وبينما كنا نسمعها معا صح هذا الصديق فجأة: الله يخرب بيتك يا شعبان عبد الرحيم، الموضوع كده هيخلص بسرعة يا عمرو بيه، في إشارة إلى أن أيامي باتت معدودة في الوزارة. ضحكت من كلام الصديق وقلت له: يا رجل 10 سنوات ليا في الوزارة كافية جدا، ويا للروعة عندما أنهيها على نغمات اللحن شبه الوحيد لشعبان عبد الرحيم إيه. ورحنا في نوبة من الضحك على هذه الأغنية وصداها على المستويين الشعبي والرسمي. لا أستطيع أن أصف صدى كلمات هذه الأغنية في الوسط الدبلوماسي العربي والعالمي، فلم أقابل وزيرا أو مسؤولا إلا ويقول لي بحب عمرو موسى. أذكر أنني التقيت ذات مرة بعدد من وزراء الخارجية الكبار في أوروبا الذين راحوا يمزحون معي في موضوع الأغنية. قال لي أكثر من واحد منهم والضحكات تتطاير من أفواههم: Your days are numbered، أي أيامك في وزارة الخارجية باتت معدودة. كنت أرد عليهم بضحك أيضا قائلا: Your days are also numbered،
أي أيامكم أيضا معدودة. فيقولون كيف؟ فأقول لهم بالديمقراطية، أما أنا فأيامي معدودة بالأغنية. لقد أضحت هذه الأغنية جزءا من الحديث الدبلوماسي العالمي بشأن ما يجري في مصر، ولأن كل الدول المهتمة بمصر على دراية بأوضاعنا الداخلية من تأليه للحاكم الفرد وعدم السماح لشخص غيره بالبروز والظهور، فقد أجمع الكل على أن وزير الخارجية سيغادر منصبه بعد أن أحبه المصريون وورد اسمه في أغنية شعبية يحبها ويرددها الناس. ظلت عبارة بحب عمرو موسى وبكره إسرائيل تلازمني حتى بعد أن غادرت وزارة الخارجية. ففي أثناء وجودي أمينا عاما للجامعة العربية وخلال زيارتي لأمريكا الجنوبية في الأرجنتين تحديدا، فوجئت بأحد الدبلوماسيين هناك يقابلني ضاحكا وهو يردد بالعربية بحب عمرو موسى وبكره إسرائيل. تكرر نفس الأمر مع رئيس الوزراء الماليزي الأسبق عبد الله أحمد بدوي عندما التقيته لأول مرة، إذ بادرني بترديد نفس المقطع بحب عمرو موسى وبكره إسرائيل. وبعد أكثر من 15 سنة على صدور الأغنية، تكرر الأمر مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في أثناء زيارته لمصر يوم 9 أبريل 2016. فعندما تقابلنا في حفل العشاء الذي أقامه في السفارة السعودية بالقاهرة، ابتسم وبادرني بقوله بحب عمرو موسى وبكره إسرائيل. لم أرى شعبان عبد الرحيم إلا بعد 3 سنوات تقريبا من صدور الأغنية وأنا أمين عام جامعة الدول العربية، حيث تصادف أن كان موجودا في حفل دعتني إليه السفارة المغربية في القاهرة، وبمجرد أن رآني حتى أخذني بالأحضان. وانتشرت هذه الصورة في الصحف والمجلات وقتها، ومن يومها صارت بيني وبين الرجل صلة لطيفة. وعندما توفيت زوجته حرصت على أن أقدم له واجب العزاء. وعندما ذهبت في أثناء الحملة الانتخابية لانتخابات الرئاسة سنة 2012 إلى المنطقة التي يسكن فيها، كان على رأس من استقبلوني بحفاوة. مشاهد دالة لا تحتاج إلى شرح أو وصف أو تحليل، هي دالة إيه بس خلاص.